كلنا بنسمع عن الربح من الإنترنت والكل عايز يعرف إزاي. بس في سؤال أهم من إزاي، وهو مين؟ مين الشخص اللي بينجح في الطريق ده؟ في الشرح ده هنحاول نكتشف سوا إذا كانت شخصيتك متوافقة مع طبيعة الشغل أونلاين ولا لأ. وهنا بيجي السؤال اللي دايما على بالنا كلنا، هل الشغل على الإنترنت ده فعلا متاح لأي حد؟ يعني أي واحد يقرر يشتغل على الإنترنت هينجح؟ الإجابة ببساطة لأ، وخلينا نعرف ليه. بكل صراحة كده ومن غير لف ودوران، الطريق ده مش للكل. ودي مش حاجة وحشة على فكرة، بالعكس دي حقيقة مهمة جدا. لما بنعرفها من البداية بنوفر على نفسنا وقت ومجهود كبير كان ممكن يضيع في مكان مش مناسب لينا. النقطة المهمة هنا إن النجاح في المجال ده مش بيعتمد على الذكاء أو حتى المهارة قد ما بيعتمد على طبيعة الشخصية نفسها. الموضوع أشبه باختبار توافق. هل شخصيتك متوافقة مع طبيعة الشغل ده؟ مش اختبار مين أذكى أو أشطر. تمام، يبقى يلا بينا ندخل في الجد ونبدأ بأول اختبار، وده يمكن يكون أهم وأصعب اختبار فيهم كلهم: الصبر والوقت. ده أول حاجة بتفرق بين اللي بيكمل في الطريق ده واللي بيستسلم من أوله. أول حقيقة لازم كلنا نستوعبها كويس جدا، إن الربح من الإنترنت مش خطة للثراء السريع. دي أكبر كذبة وأكبر فخ ممكن أي حد مبتدئ يقع فيه. اللي بيبدأ وهو حاطط الفكرة دي في دماغه للأسف بيحكم على تجربته بالفشل قبل حتى ما تبدأ. يعني مثلا فكرة إن الواحد يعمل أرباح في خلال أسبوع، أو إنه يشتغل ساعة واحدة في اليوم فتدخله آلاف الدولارات، أو إنه مستني نتيجة فورية تحصل في لحظة، أو يمكن ضربة حظ تغير كل حاجة. كل دي توقعات مش واقعية بالمرة، دي أوهام. وهنا بقى يجي السؤال اللي كل واحد لازم يسأله لنفسه: هل أنا عندي الصبر والنفس الطويل؟ هل عندي رؤية لقدام تخليني أقبل ببدايات بطيئة ونتائج صغيرة وأنا عارف إنها مع الوقت والمجهود هتكبر؟ لو الإجابة يبقى كده عدينا أول اختبار بنجاح. ودلوقتي نيجي للاختبار التاني، وده اختبار داخلي تماما، وهو القدرة على الإدارة الذاتية. هنا مفيش مدير واقف على دماغك، فالسؤال هو: هل تقدر تكون أنت المدير بتاع نفسك؟ الإدارة الذاتية معناها ببساطة شديدة إنك تقدر تشتغل وتفضل ملتزم من غير ما يكون في أي ضغط خارجي بيجبرك على الشغل. يعني أنت اللي بتحط لنفسك القواعد، وأنت اللي بتراقب نفسك، وأنت اللي بتنفذ. الطريق ده هيكون صعب قوي لو الواحد بيحتاج دايما حد يزقه عشان يشتغل، أو لو بيلاقي صعوبة إنه يلتزم بجدول مواعيد عمله لوحده، أو أسوأ حاجة لو حماسه بيقل وبيختفي بسرعة لو ما شافش نتائج فورية وملموسة. الشغل ده محتاج دافع يكون جاي من جوه. فالسؤال الجوهري هنا: هل عندك الانضباط الذاتي الكافي إنك تكمل شغل وتثابر حتى لو مفيش أي حد شايفك أو بيتابعك؟ القدرة على الالتزام في غياب الرقابة هي دي مفتاح النجاح هنا. ودلوقتي وصلنا للاختبار التالت والأخير، وهو اختبار العقلية نفسها. هل طريقة تفكيرك مناسبة لمجال متغير وسريع زي ده؟ الاختبار ده بنسميه اختبار عقلية المتعلم المستمر. وهنا بنوصل لحقيقة مهمة قوي: الفشل في الشغل الأونلاين نادراً ما بيكون سببه نقص المهارة، لأن المهارة دي أي حد ممكن يتعلمها ويكتسبها مع الوقت. الفشل الحقيقي بيجي من الجمود، إن الواحد يكون دماغه قافلة ومش مرنة. طيب إيه هي العقلية الناجحة؟ بتتكون من 3 حاجات. أولاً، يكون عندك استعداد دايماً للتعلم والتجربة وما تخافش إنك تغلط. ثانياً، يكون عندك مرونة إنك تتقبل تبدأ بداية صغيرة بنتائج متواضعة. وثالثاً، الإصرار إنك تكمل من غير ما تكون مستني وصفة سحرية أو خلطة سرية للنجاح. تمام، بعد ما عدينا على الاختبارات ال3 دي وصلنا للحظة الحكم، الوقت اللي كل واحد فينا يقدر يحدد فيه بشكل أوضح هل الطريق ده فعلا مناسب ليا ولا لأ. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. الطريق ده هيكون مناسب جدا لو الشخص صبور وعنده رؤية بعيدة المدى ومنضبط ذاتيا وملتزم وجاهز دايما انه يتعلم ويتأقلم مع الجديد، وكمان متقبل فكرة انه يبدأ صغير. في المقابل الطريق ده مش هيكون مناسب خالص لو الشخص بيتوقع نتائج فورية ومحتاج دايما توجيه من بره ومستني الخطة المثالية تجيله، او بيتجنب التجربة والخطأ. وهنا النقطة الأهم اللي لازم نختم بيها: ده مجرد اختلاف في الطباع وفي أسلوب الشغل. ده مش حكم على قيمة الشخص أو قدراته أبداً. في ناس بتبدع تحت ضغط وفي بيئة عمل منظمة، وناس تانية إبداعها بيظهر في الحرية والاستقلالية. المهم إن كل واحد يعرف البيئة الصح بتاعته فين. طيب لو حد لقى إن المواصفات دي فعلا بتنطبق عليه، السؤال الطبيعي اللي بيجي بعد كده هو: أخد أنهي خطوة؟ أروح ناحية اليوتيوب ولا الفريلانس ولا التجارة الإلكترونية؟ وده هيكون موضوع شرحنا اللي جاي. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.